البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا على القناه، مرحبا بالبنات الجزائريات اللي تزادوا على القناه حتى هما. شكرا بزاف لتعليقكم الزوينه اللي تتخليو ليا، وشكرا بزاف للسؤال اللي كنتو تسولوا عليا البنات. البنات ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو اول مره تشوفوها، كذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو توصلوا ليا لاكبر عدد من البارطاج واكبر عدد من اللايك البنات. وغادي نقدم لكم البنات اليوم هكا واحد البريستيج تاع النوغاتين باللوز، هكا على شكل قبعه باللوز والكراميل، تيجي رائع البنات. تنتمنى هكا تجربوه من الاعجاب ديالكم. ودابا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. عندنا في المقادير غادي نبدا لكم من اول حاجه باش ما غاديش ترونوا. غادي نبداو بالكراميل، هو الاول اللي غادي يكون داخل هذيك النوغا. غادي نحتاجو فيه المقادير. عندي هنايا 50 غرام تاع السكر سنيده، عندي هنايا 60 غرام تاع الكريمه، عندي هنايا 50 غرام تاع الزبده، من الاحسن تكون البنات الزبده سبيسيال. عندي هنايا 125 غرام تاع الشوكولات، انا خدمت بكالا البنات عادي، الشوكولات عادي. غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي نجيبو كاسرونه، غادي نحطو فيها هاد السكر سنيده. من بعد ما حطيت السكر في الكاسرونه البنات تردوه على عافيه مهيله وتنخليوه، ما تنحركوه لا بمعلقه لا بوالو. مره تنهزو الكاسرونه بحال هكا وتنبداو تنحركوه حتى تيتكراميليزا. ها هو بعد ما تكراميليزا البنات هاد السكر هذا غادي نزيد عليه الكريمه هنايا اللي دفيت، ضروري تكون دافيه البنات. صافي غادي نحرك هاد السكر هذا حتى ينسجم مع الكريمه. ما تخلعوش هكا الا تحجر لكم السكر، راه غير واحد شويه وغادي تطلع. كنشعلوا عليه غير واحد الدقيقه هكا حتى تيطلق هذاك السكر. صافي ها هو تطلق ليا كامل. دابا غادي نطفي عليه وغادي نضيف هاد الزبده هادي. صافي ونخليها تذوب مع هاد الكراميل هذا. من بعد غادي نضيف، وهو باقي سخونه البنات، غادي نضيف هاد الشوكولاته هذا. صافي وانا تنحرك. صافي البنات هي بعد ما دابت ليا الزبده وداب هذاك الشوكولاط غادي نهز دابا هكا واحد الكميه وتنبدا تنعمر في هذا المول تاع السيليكون البنات اللي خصو يكون صغر من هذاك المول اللي غادي نديرو فيه النوغاتين، وخصو يكون بومبي. صافي غادي نبدا نعمر البنات هكا حتى نكمل المول اللي عندي كامل، وغادي نزول هاد الشيء اللي عندي هكا في الجنب، وغادي ندخلو المجمد وندوزو باش ناخذوا المقادير تاع النوغاتين. لا في المقادير نتاع النوغا البنات غادي نحتاجو لهم 25 غرام تاع الزبده. من الاحسن كي تنقول لكم في هادشي البريستيج البنات خدموا هكا بالزبده سبيسيال. راه ممكن تخدموا بالزبده تاع البوطاريه، ما تعطيش واحد المذاق زوين. بالنسبه هكا للبنات اللي بغاو يحترفوا هكا المهنه وبغاو يبيعوا واحد الحاجه اللي زوينه والمذاق تاعها زوين، حاولوا تخدموا هكا بالزبده سبيسيال البنات. هذه نصيحه من عندي انا وتيبقى لي اختيار لكم. عندنا كي قلت لكم 25 غرام تاع الزبده، عندي 125 غرام تاع الشوكولاط، انايا خدمت غير بالشوكولاط كالا كي قلت لكم. عندي هنايا 125 غرام تاع اللوز كونكاسي. ممكن البنات الا ما عندكمش اللوز تخدموا بكاوكاو، تتبقى لكم الحريه تاع الاختيار. انا تنقدم لكم الوصفه كيف ما هي وهكا بريستيج زوينه، وانتم تيبقى لكم خدموا باللي عندكم. غادي نحتاجوا لهنايا عندي 50 غرام تاع الجليكوز، وهنايا عندي 25 غرام تاع السكر سنيده، وعندي معلقه صغيره تاع الكريمه. غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذ كاسرونه البنات وغادي ندير فيها السكر سنيده. البنات هكا راه ضروري لكم الميزان. سمحوا لي عطيتكم الوصفات هكا بالميزان، ولكن البنات هكا راه الوصفات البريستيج راه تيبغيو الميزان. راه فكرت تعيت نعطيكم بالمعلقه، ولكن راه ما غاديش نشرح لكم الوصفات. ما عاد الا بقيتو تديروا هاد الوصفات هادو فراه تتوليو متمكنات وتتعبروا هكا بعينكم ميزانكم. اما المبتدئات فراه ضروري من الميزان البنات. وسمحوا لي وهكا خذوا ميزان ان شاء الله. راه غادي نحط لكم وصفات كثيره وتيبغيو العباره البنات بزاف. غادي ناخذ دابا هاد الكاسرونه وغادي نديرها فوق البوطه. ها هو فيها الجليكوز والسكر سنيده.
شوفوا البنات مجرد ما تيذوب لينا هذاك السكر السنيده وتينسجم لينا مع الكليكوز ما تنخليوش حتى تيتغير ليه اللون تاعو، غير يذوب السكر السنيده صافي. غادي نضيف معلقه صغيره تاع الكريمه، غير صغيره صافي، وغادي نحركها تنسجم ليا مع هاد العناصر هادو. غادي نضيف الزبده نخليها تذوب حتى هي في هاد السخونيه، وغادي نضيف الشوكولاط. العافيه راه طفيتها البنات صافي. بمجرد ما تيذوب السكر سنيده تنطفي البوطه صافي. دابا غادي نضيف هاد اللوز كونكاسي كي قلت لكم، وغادي نحرك حتى ينسجم ليا هكا مع هاد الجليكوز ومع الزبده والكريمه وينسجموا جميع العناصر. صافي هي النوكا بعد ما خليتها البنات بردات تجي على هذا الشكل هذا. خديتها كزليفه درت فيها شويه تاع الماء وفزكت يديا باش ما تلصقش ليا في يديا، وغادي ناخذ هكا واحد شويه، غير واحد شويه، وتنحطو في السيليكون. هي راه منين تدخل الفران راه غادي تطلق كامله، ما غتبقاش هكا مجموعه، راه غتطلق البنات. السيليكون اللي خدمت به هو هذا هكا داير. غادي نحط لكم الرقم تاعو في اسفل الفيديو البنات. هو هذا الطير هذا، والسيليكون اللي خدمت به قبيله راه نسيت ما وريتوش لكم البنات، هكا تنحيد منه الكراميل ونوري لكم بحال هذا. تيكون بومبي وهو صغر من هذا هكا، تيكون صغر من هذا هكا باش يجي على شكل قبعه. منين نفينيوه ونساليوه هكا تيجي تعطي الشكل نتاع القبعه البنات. صافي غادي نبقى نحط هكا في النوكا كي قلت لكم، ملي تتخليوها هكا تتبرد راه تتجي ساهله تشكلوها بيديكم. الفران البنات غادي نشعلو، غادي يكون سخون، غادي ندخل النوكا وغادي نقص عليها العافيه. النوكا دائما كي تنقول لكم ما تبسعوش من الفران، منين تشعلوا الفران غتبقاو حداها وغتراقبوها البنات. غتشعلوا عليها من التحت حتى تبان لكم طلقات وتبان لكم خدات اللون، عاد تشعلوا الفوق غير واحد شويه. هادشي الا ما خداتش اللون من الفوق، اما الا خدات اللون من الفوق غير بالفران من التحت بلا ما تشعلوا عليها الفوق، وما تخليوهاش تاخذ اللون بزاف البنات، راه غتخرجوها لان السيليكون راه تيكون تيبقى سخونه البنات. الا خرجتوها غتكحل لكم فيه الا تحمرات بزاف. صافي غادي نبقى مستمره هكا كي قلت لكم حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. غادي نعمر هاد السيليكون وغادي نعمر السيليكون اخر وغادي ندخلوهم للفران كي قلت لكم البنات يطيبوا. بعد ما يطيبوا ندوزو باش نديروا المونتاج لهاد الحليوه هادي. هي النوكا البنات في الفران شفتوا كي تتكون على هاد الشكل هذا. ها هي راه طلقات كي قلت لكم تنحطوها مجموعه، ملي تدخل الفران مع الصاد راه تتطلق. ها نتوما تشوفوا كي تطبخ، ها هما تدير فقاعات. دابا غادي نخليها كي قلت لكم على عافيه مهيله، شعل عليها من التحت حتى تاخذ لي اللون ذهبي. الا خاصها طياب من الفوق راه غنشعل عليها واحد شويه، ما خاصهاش صافي راه غنخرجها. النوكا البنات النصائح اللي غادي نعطيكم، الا خرجت قبل ما تحمر راه تتخرج وما تتبقاش زوينه، ما تتجيش فيها هذيك القرمشه، وإلا فاتها طياب راه تتحرك. صافي هادو هما النصائح البنات. صافي هو بعد ما طبت النوكا ودرت فوقها هذاك الكراميل اللي صايبنا تيجيو على هذا الشكل هذا، نوريكم. راه دخلتها المجمد هكا باش تبقى النوكا شاده في راسها البنات، تجي على هذا الشكل هذا. حطيت فوقها هذا الكراميل هذا اللي تيجي على هذا الشكل بعد ما زولته من المول نتاعو. صافي غادي ندخلها في هاد المول هذا فاش طيب طانيت، وغادي ناخذ لاباطا كلاصي كحله البنات. ها هي لاباطا كلاصي راه بحال الشوكولاته البنات، هي ما تكونش حلوه وتعطي واحد البريون زوين بالنسبه للحلويات، تتبقى هي احسن من الشوكولاته العادي. غادي ناخذها وغادي ندوبها وغنرجعوا ان شاء الله باش نديروها فوق هذا البريستيج هذا. صافي هو بعد ما دابت ليا لاباطا كلاصي تجي على هذا الشكل هذا كي تشوفوها تكون هي تتصل معنا البنات. هانتوما غادي ناخذها وغادي نفرغ فوق هذا البريستيج اللي عندي. غادي نضرب هكا المول صافي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ عاوتاني وغادي نفرغ وغادي نبقى نضرب في المول باش تجي مقاده على هذا البريستيج. صافي غادي نبقى البنات هكا مستمره بنفس الشكل حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. غادي ندير نص بلاباطا كلاصي كحله ونص بلاباطا كلاصي بيضه، ونرجعوا ان شاء الله مع الشكل النهائي تاع هذا البريستيج هذا بعد ما يبرد من طبيعه الحال. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع القبعه تاعنا بعد ما تحضرات تجي على هذا الشكل هذا. درت ليها هكا خطوط بالشوكولاط كحل بالنسبه لهادو اللي كحلين،
ولصقت هكا عقيقات في الجنب بالغليكوز تيجيو على هذا الشكل هذا. وهذا شكيل درتو بالبيستاج، كنت بغيت نديروها البنات بالبيض، عاوتاني قلت لا ما البيستاج تيجي زوين، وصراحه حتى البيض تيجي رائع. تيبقى لكم نتوما هكا الاختيار البنات، كيف ما ممكن تزوقوهم هكا بوريضه تاع عجين الشوكولات اولا تخليوهم هكا مزوقين غير بالعقيق. وبصحه وراحه البنات.